كذب لك في الكذاب في اوروبا كامله ما كاينش شي حاجه فابور. وهذا من بعد مشى لمدريد، ولكن مدريد رانا تنديه من 4:30 العشيه ما ترجع للدار حتى 9:30 10 الليل عاد ترجع كامل الوقت ديالي، وتندي ب 50 كيلومتر ورجع ب 50. بعد موسم لم يكن في مستوى طموحاته داخل ريال مدريد، حيث غاب عن المشاهد الحسم رغم ما يمتلكه من مؤهلات فنية. يبدو أن الدولي المغربي إبراهيم دياز بات قريبا من مغادرة أصوات سانتياغو برنابيو نحو تجربة جديدة تحمل آفاقا واعدة في الدوري الألماني، وتحديدا مع النادي بايرن ميونخ الألماني. من جانب آخر أيضا وفقا لمورده الموقع الإسباني، فإن العملاق البافاري وضع اسم دياز ضمن أولوياته في الفترة الانتقالية الصيفية الجارية لتعويض الفراغ الذي خلف غياب النجم الفريق جمال موسيالا بعد تعرض الإصابة. يتوقع أن تبعد عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة. والمدرب الفريق الألماني البلجيكي عبر أيضا عن إعجابه بالخصائص التكتيكية لدياز، خصوصا مرونته في التنقل بين المراكز خط الهجومي، وقدرته أيضا على اللعب كصانع ألعاب أو جناح أيمن أو أيسر، بما يتماشى مع خطة الفنية المعتمدة على الرسم 1-3-2-4. والتقريدات أيضا أشار إلى أن إدارة بايرن تبحث أيضا عن لاعب جاهز بدنيا وذو تجربة أوروبية يمكنه تقديم حلول إبداعية فورية في النصف الثاني من الملعب، ولا تكتفي فقط بدور الجناح بل تريد أيضا صلة وصل فني بين الوسط والهجوم، هو ما جعل دياز الخيار المفضل أمام الإدارة الرياضية للفريق الألماني. من جهة أخرى أيضا لا يبدو بأن ريال مدريد ممنعا لفكرة بيع دياز، خاصة في ظل التغيرات المنتظرة في تركيبته البشرية هذا الصيف، على رأسها اقتراب التوقيع مع الأرجنتيني فرانكو الذي يلعب في نفس المركز. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة بيع دياز قد تحسم مقابل حوالي 40 مليون يورو، كما أن اللاعب المغربي لا يبدي رفضا لفكرة الرحيل، بل يرى فيها فرصة لإعادة إطلاق مسيرته من بوابة نادي كبير مثل بايرن ميونخ الذي يتمتع باستقرار إداري وفني ويملك مشروعا تنافسيا واضح المعالم على المستويين المحلي والأوروبي. سجل الدولي المغربي نايف أجرد حضوره في تدريبات النادي ويست هام يونايتد الإنجليزي بعد انتهاء مدة عرضه إلى ريال سوسيداد الإسباني. ووضع المدرب ويست هام اسم المدافع المغربي ضمن القائمة التي ستشارك في معسكر تدريب في ألمانيا خلال الأسبوع المقبل في انتظار الحسم في مستقبل اللعب. وكان أجرد قد أبلغ فريق ويست هام يونايتد بشكل صريح برغبته في تغيير الأجواء، علما أنه يوجد محط اهتمام عديد من الفرق على غرار أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في إسبانيا وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وباير ليفركوزن الألماني فضلا عن روما الإيطالي. ورغم تمسك ويست هام يونايتد باللاعب أجرد وإعجابه بإمكانياته، إلا أن اللاعب المغربي عبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة بعيدة عن النادي اللندني. تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ كأس العالم شائعات متزايدة حول اهتمام أندية أوروبية كبرى باللاعب المغربي عز الدين نحي. هذه البروباغندا المستمرة التي تشبه كرة الثلج المتدحرجة خلقت توقعات كبيرة حول مستقبل اللاعب، ومع ذلك يبدو أن الواقع يختلف تماما عن الصورة المتداولة. نادي مارسيليا فجر مفاجأة بتصريح رسمي ينفي فيه تلقي عروض جادة من أندية أوروبية كبرى بخصوص النجم المغربي. وأكد النادي أن العروض المتداولة في المواقع الإلكترونية لا تعكس حقيقة العروض الواقعية التي وصلت إليه. وفي خطوة تكشف عن الوضع عز الدين نحي الحالي في النادي وبعد إنزاله إلى الفريق الرديف، أبلغه مارسيليا بأن العرض الوحيد الذي وصلهم بشأنه ويستحق الدراسة هو من نادي سبارتاك موسكو الروسي. وأوضح النادي للاعب أنه إذا كان لديه عرض أفضل ماليا فعليه تقديمه. يدع هذا التطور عز الدين نحي في موقف حرج ويجعل مستقبل الكروي غامضة، ويخشى الكثيرون أن يتجه نحي نحو مصير مشابه لمصير اللاعب يحيى عطية الله بعد كأس العالم، حيث انتقل النادي السوتشي الروسي وشهدت مسيرته تجميدا وأداء متدنيا أبعد عن دائرة الاهتمام. فهل نشهد نهاية مبكر الحلم أناحي في احتراف الأوروبي الكبير؟
وضع بيرساج مدرب النادي لانس الفرنسي حدا للتكهنات والشائعات التي ربطت مستقبل اللاعب المغربي نائل العنوي بانتقال إلى النادي روما الإيطالي. جاء ذلك بعد المشاركة العنوي أساسيا في المباراة الودية التي جمعت لانس بستاندرد ليج يوم السبت وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. وفي تصريح حاسم أكد المدرب لانس أن المشاركة العنوي الأساسية تحمل ردا قاطعا على كل التقارير التي تحدثت عن رحيل المحتمل. وقال الصاجة: لو كان نائل العنوي في وضع يسمح له بالمغادرة لما لعب معنا دقيقة واحدة من المباراة. وكانت تقارير إعلامية عديدة قد أشارت في وقت سابق إلى أن العنوي قد توصل اتفاق مع المسؤول روما بشأن الانتقال إلى صفوف النادي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. إلا أن تصريحات المدرب الأخير والمشاركة اللاعب بودي اليوم تضحد هذه الشائعات.